بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض تشكيلة محاشي، وهنعمل رز بسمتي، وهنعمل فراخ مشوية ولحمة مشوية بطريقة جميلة ومبتكرة، تكات حلوة اوي وبسيطة وسهلة. خليكم معانا. ده طبعا شكل المحاشي بعد ما استوت. محشي بتنجان ومحشي فلفل. انا بعد ما بسويه بحطه في صينية وبحطه في الفرن بتاع البوتاجاز شوية بيتشمع. بيبقى المحشي تحس ان انت بتاكل سجق كده او بتاكل حاجة كويسة يعني، مش بيبقى طري كده، بيبقى زي ما يكون حاجة مشوية كده. ودي طبعا شكل الفراخ واللحمة بعد ما استوت. عاملاها بتتبيلة جميلة جدا وسهلة، مسويها في قلب التتبيلة بتاعتها، محطتش عليها اي حاجة تاني ولا اي مية ولا اي حاجة. حطيتها في الفرن قعدت حوالي ساعة الا ربع. اللحمة والفراخ استووا في نفس الوقت. ودي طبعا شكل المحاشي وشكل الرز بعد ما استوى. عاملة برضك رز بسمتي بطريقة جميلة جدا وطعمه مميز. تشوفوا برضك الطريقة معاكم. وطبعا مش قادرة اقول لكم على الريحة، وريحتها جميلة جدا وقلب الشقة كلها، وطعمه وريحته حلوة قوي. الحمد لله يا رب بشهادة الجميع. أكلنا مميز وبسيط وسهل وبتكات جميلة وبسيطة، والحمد لله النتيجة بتطلع يعني كل بيشهد بيها، كل اللي يجرب أكلنا بيشهد بيه وبيشهد بجماله وبطعمه. خليكم معانا بقى عشان نقول لكم على الطريقة. أول حاجة بقى هنقول لكم على طريقة التتبيل. طبعا أنا كنت جايبة فراخ قطعاها، مقطعة قطع صغيرة، مش بحب الفراخ تكون قطعها كبيرة. وطبعا مفتحاها علشان خاطر تبقى مستوية من جوه ومن بره. وجيت بقى تبلتها بالليل. جبت طماطم وجبت بصل مفروم، وجبت بقى بهارات فراخ وتوم باودر وبصل باودر، 7 بهارات، فلفل اسود، آه، رشة جوز الطيب، حبة زيت، جبت بردك معلقتين صلصة، شوية كاتشب، معلقة عسل نحل. طبعا الحاجات دي بتديها تكات حلوة في الشوي يعني. طبعا الحاجات دي كلها تبلناها فيها وقلبنا الفراخ كويس جدا، قلبناها بايدينا كويس جدا عشان خاطر تتشرب من التتبيله. وغلفناها وبيتناها بالليل على رف التلاجة. وصحينا الصبح طبعا حطيناها في الفرن بعد ما تتبل جدا كويس جدا. ونقلبها وندخل التتبيله جوه الفتحات اللي احنا عملناها جوه الوقت تبلناها وغلفناها وحطيناها على رف التلاجة. دي شكلها بعد ما اتبلت. طبعا احنا بنقلبها كويس عشان خاطر التتبيله تدخل جوه كل الفتحات اللي احنا عملناها جوه الفراخ. وطبعا دي تتبيله اللحمه. تتبيله اللحمه هي تتبيله الفراخ، بس انا ما بحطش على اللحمه زيت في التتبيله. انا بحط لها معلقه سمنه بلدي. يعني اللحمه تتبيلتها هي نفس تتبيله الفراخ ونفس البهارات ونفس كل حاجه. بس دي طبعا هنحط لها بهارات لحمه، لكن التانية بهارات فراخ. ودي برضه كل البهارات اللي احنا حطيناها 7 بهارات، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر،
طبعا الملح، بهارات الفراخ، وبحط بردك مرق الدجاج اللي هي السايبه دي، تبقى تديها طعم حلو بردك. وطبعا معلقه سمنه بلدي. التانية كنا بنحط لها زيت، الفراخ زيت لكن اللحمه معلقه سمنه. وبردك معلقه صلصه او معلقتين، معلقه عسل نحل بردك بديها تتبيله حلوه قوي. وطبعا نظبط الملح بتاعها، وهنقلبها كويس جدا، وهنسيبها بردك على رف التلاجة ليلة كاملة، هي الفراخ واللحمة اهي نفس التتبيلة دي، هي نفس التتبيلة دي، كل المقادير الموجودة هنا هي المقادير الموجودة هنا، بس تختلف ان دي سمنة نحط لها معلقة سمنة، لكن التانية نحط لها شوية ايه، زيت ذرة، زيت زيتون، اي زيت بقى متوفر عندك انت عايزة تحطيه. وطبعا بنحط على دي وعلى دي بردك رشة جوز الطيب، انا جايبة يعني جوز الطيب بشرها كده وحطها هنا وحطها هنا، وهنبيتها ليلة كاملة. وطبعا ممكن نضيف لها بردك بابريكا اللي هي مدخنة، بتديها طعم مميز جدا للفراخ وللحمة. انا بردك حطيت هنا معلقة وهنا معلقة اللي هي البابريكا المدخنة، بتدي التتبيلة طعم حلو ولون كمان جميل في التسوية وكده. طبعا شكلها بعد ما هنبيتها بقى ليلة كاملة هوريكم بقى هنعمل ايه. انا جبت بقى الصاج اللي هنسوي في الفراخ. طبعا انتوا شايفين الفراخ زي ما هي اهي، نفس التتبيله، رصيناها الاول وجبنا بقيه التتبيله اللي طالعه منها ونحطها على الفراخ. احنا مش هنحط عليها ميه نهائي، هنسويها في نفس التتبيله اللي احنا حطيناها فيها، اللي هو البصل والطماطم والبهارات اللي احنا حطيناها ومعلقه السمنه وكل الخلطه اللي احنا حطيناها، هي دي اللي هتسوي ايه الفراخ او اللحمه. مش هتحتاج اي حاجه، احنا هنحطها على الفرن من تحت حوالي نص ساعة، وبعد كده هنقلبها على الوش التاني، هنسيبها بردك حوالي ربع ساعة تستوي، وبعد كده ايه هنحطها تحت الشواية تاخد لون. ودي شكل اللحمة بردك بعد ما مرسناها في صينية، هنحطهم الاتنين في الفرن، هياخدوا بالظبط ساعة الا ربع في قلب الفرن. والوقت خلاص بقوا جاهزين، هنبتدي بقى نحطهم في الفرن. طبعا احنا هنكون مولعين الفرن قبلها على درجة حرارة 200، نسيبه يسخن شوية وبعد كده ايه نحط الصواني في الفرن. ودي شكلها اهي بعد ما استوت واخدت لون بردك. انا حطيتها تحت الشواية حوالي يعني من 5 ل7 دقايق، يا دوب بس تدي لون بسيط كده عشان متبقاش ناشفة. وطبعا بعد ما استوت جبت فحمة ولحتها وحطيتها عليها، وحطيت عليها ايه شوية زيت بسيطة كده او بحبة سمنة، هتديك بقى ريحة الشوي كأنك شويها على الشواية بالظبط. انا طبعا ما عنديش شواية فانا بشويها في الفرن، تبقى حاجة صحية واحلى من اللي هي مطبوخة ومحمرة ولا الحاجات التانية دي. حاجات خفيفة كده وسهلة وجميلة وفي نفس الوقت طعمها جميل ومميز. دي طبعا شكل اللحمة والفراخ بعد ما استوت. ودلوقتي هوريكم طريقة الرز البسمتي. بنجيب حلة نحطها على النار، نحط فيها معلقة سمنة وشوية زيت، ونحط فيها القرفة اللي هي العيدان وليمون مجفف ورشة بتاع ده جوز الطيب، ونحط فيها فص مستكة. واول ما السمنه والزيت يسخنوا نبتدي ننزل فيهم بالرز ونقعد نقلب فيهم ونشوحهم شويه، انا بحب اقلبهم حوالي 5 دقايق. بعد كده اجيب معلقه بودره زعفران، عليها نص معلقه كركم، نحط عليها ربع كوبايه ميه وندوبها ونقلبها في الرز زي ما انتم شايفين كده، وبرضك نقلبه حوالي 3 4 دقايق. نجيب بقى الشوربه وهي مغليه سخنه. طبعا انا بحط كوبايه الرز كوبايتين ايه شوربه، هو الرز البسمتي كده لازم يكون مقدار الشوربه قد مقدار الرز مرتين عشان الرز يطلع معاك مفلفل كده وجميل. طبعا ده شكلها بقى بعد ما ايه ما قلبناها وشوحناها كويس، وهنحط بقى عليها الشوربه ونسيبها ايه سيبها تستوي. مقدار الشوربه اللي انا قلت لكم عليه، مقدار الشوربه يكون قد مقدار الرز ايه مرتين. وده شكل الرز بعد ما استوى. هوريكم بقى الوقت دي تتبيله الايه طريقه عمل طبعا الصلصه اللي هي بتاعت المحاشي. نجيب طبعا بصل مفروم، اولا محشي البتنجان ومحشي الفلفل بيحبوا البصل الكتير. هنجيب بصل مفروم ونحطه يا دوب بس ياخد لون ويديله ريحه كده، هننزل عليه بايه بفص ثوم بردك يا دوب ياخد ريحته تظهر بسيط كده، ونروح نازلين عليه بالطماطم يا دوب 5 دقايق تشوح فيهم. بعد ال5 دقايق
هقول لكم هنعمل ايه. هنجيب بقى كميه بصل، يعني حوالي 3 4 بصلات بردك هنفرمهم، وهننزل عليهم على الطماطم، بس من غير طبعا ما يتحطوا على النار، يعني دقيقتين كده، ونروح جايين منزلينهم. وبعد كده هنضيف بقى ايه، نضيف الخضره اللي احنا عاملينها. طبعا انا بحب احط لها خضره كتير، واحب احط لها الفلفل والبتنجان، احط له نعناع، لكن الكرنب ما بحطش له نعناع ولا بحط له فلفل في التسبيكه يعني وكده. الكرنب ما بتحطش عليه فلفل ابدا. بعد بقى ما التسبيكه تستوي وتتشوح كويس، وهنحط عليها الخضره وكده. طبعا البهارات، بابريكا مدخنه، فلفل اسود، 7 بهارات، ملح، توم بودر، بصل بودر، معلقتين صلصه، ونقلبها. ونحط لها طبعا الملح بتاعها، نظبط الملح بتاعها. ودايما بحب احط لتسبيكه المحاشي، احب احط عليها نص معلقه سكر، بتدي طعم بردك مميز. لسه حطها دلوقتي قدامكم، بتدي طعم مميز للصلصه، وبتمنع الحموضه اللي بتبقى موجوده في الطماطم. طبعا دي شكلها بعد ما اتسبكت. هي ما بتقعدش كتير، انا مش بحب احط الحاجه على النار كتير، يعني حاجه بسيطه كده، وبعد كده ايه ننزلها عشان ما تعملش حموضه وكده. طبعا دي شكلها بعد ما تسبك. احنا حطينا عليها الرز، وهنحط الخضره اخر مرحله، عشان انا ما بحبش احط الخضره على النار كتير عشان ما تغيرش لونها، تفضل خضر زي ما هي. ونقلبها ونشوح الرز حوالي 3 دقايق بالخلطه اللي هي موجوده ديت. الرز لما بيتشوح بيبقى مستوي جميل كده كده جوه المحشي، ما بيبقاش معجن. طبعا بعد ما جهزنا التسبيكه وجهزنا كل حاجه، كنت طبعا مقورين الفلفل والبتنجان وغسلانهم كويس جدا. هنبتدي نحشيهم. وبعد كده برضك هنكون سالقين الكرنب. وكمان انا في تكه بعملها في سلق الكرنب، لازم احط عليه وهو بيتسلق نص معلقه كمون في السلق، واحط له برضك كمون في الخلطه، عشان ما يبقاش يعني ايه، يبقى طعم الكرنب حلو، يعني ما يبقاش فيه، ما يعملش حاجات يعني ايه توجع البطن وكده. وده شكل البتنجان طبعا بعد ما اتحشى، والفلفل والكرنب.